فرقم 1 نظف، رقم 2 ابني. رقم 1 نظف حياتك من الامور اللي لا يليق لحد حامل القرآن او له علاقة بالقرآن تكون موجودة في حياته. نعم. لان الحاجات دي ممكن هي ذات نفسها تطرد القرآن، هي ذات نفسها اللي تخليه غير موفق. نعم. والإنسان يحرم الرزق بالذنب يفعله، ودي من أعظم ده من أعظم الرزق. فحاول إن أنت تنظف حياتك ذات نفسها، ده رقم 1. رقم 2 اعمل مجهود. ابني بقى وأنت بتعمل مجهود، ما تفتكرش إن أنت في يوم من الأيام هتصحى تلاقي نفسك يعني رهيب، لا، أنت محتاج تبني علاقتك بالقرآن على كل الأوجه. إن أنت يكون في بينك وبين القرآن قراءة، تلاوة القرآن. 2 سماع. 3 تدبر. 4 تحاكم. تمام. فما ينفع. و5 حفظ. فتسمع وتقرأ وتحفظ وتتدبر وتتحاكم إلى القرآن. يبقى علاقتك بالقرآن خماسية، تبقى علاقتك من كل وجه للقرآن. وكل واحدة من دول بقى انت محتاج ان انت تفهم تبنيها ازاي. يعني تلاوة القرآن انت محتاج ان انت تتعلم تجويد، ومحتاج ان انت يبقى عندك ورد يومي، ومحتاج ان انت يكون ولو بسيط والله، ولو ايا كان. لان ممكن حد يقول لك ايه، كبرت الموضوع. يا عم اعمله صغير بس اعملوا اي حاجة بس اعمله. يعني ممكن يكون ادنى الكمال جزء حق ربنا، تمام، يعني ادنى الكمال جزء، ولكن لو ده مش موجود حاول ان انت تعمل اي حاجة. وعشان ده يحصل انت محتاج ان انت، انا بقول لك بقى، حدد مصحفك، حدد وقت وردك، حدد كمية وردك، حدد لو الورد ده بالمدة مش بالجزء مثلا او حزب او كده، يبقى حدد المدة. حاول ان انت، مش حاول، لازم ان انت تتعلم تجويد. والنهارده ده هيبقى سهل جدا اونلاين. وما تستناش لما تتعلم تجويد عشان خاطر يبقى بينك وبين القرآن ورد قراءة، لا، ابدأ على طول واحدة واحدة وربنا هيكرمك. فده مسألة القراءة. مسألة السماع، اسمع قرآن، اسمع قرآن، اسمع ولو 10 دقائق في اليوم، اسمع ولو وانت راجع وانت رايح، ايا كان ده يكون موجود. رقم 3 التدبر. ان انت لما تسمع القرآن او لما تقرأ القرآن وما تربطش الاتنين ببعض وهو ورد القراءة، يبقى عندك نوع من انواع الفهم. هو انا ربنا بيقول لي كده ليه؟ وان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لي قصة سيدنا موسى ليه؟ قصة سيدنا يوسف ليه؟ الموقف ده حصل فيه كده ليه؟ تدبر عشان خاطر تفهم. انت اتقال لك ده لمقصد معين. ممكن الآية ذات نفسها لها تفسير، ولكن ان الكلام ده اتقال لك ده المقصد معين، فلازم تفهمه. مسألة حفظ القرآن على قد ما تقدر حاول تحفظ، عشان خاطر اما تصلي حتى بالقرآن تبقى الصلاة لها طعم. لان انت لما تفضل تقرأ من نفس اللي انت حافظه طول عمرك وبتقرأه من غير اي يعني احنا اول ما تقرأ اللي انت، يا جماعة في ناس كتير جدا بتقرأ وتقول لك ايه، هو انا بعد ما قرأت مش فاكر انا قرأت ولا ما قرأتش. من كتر ما هو حافظ ممكن ان هو يقرأ سورة كاملة بشكل لا ارادي. انما لو حاجة انت لسه حافظها جديد هتلاقي نفسك لازم تعمل جهد لاستحضار السورة، وده بيخليك تقرب من القرآن اكتر ومن معانيه اكتر. فاحفظ اكتر عشان خاطر تعرف ان انت تقوي علاقتك بالقرآن اكتر وتبقى صلاتك احلى. اخر حاجة، بتسمع، بتقرأ، بتتدبر، نفذ. القرآن ده جه عشان، يعني الحسن اللي بيقول لك ايه، ان الله انزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذ الناس من تلاوته عملا. لازم نعمل به، احنا لازم ده القرآن نزل عشان احنا نعمل به بس، عشان نتحاكم به، عشان نعيش بهذا القرآن المنهج الحياتي. فكمل علاقتك بالقرآن من جميع الأوجه، ويا رب يجعلنا جزاك الله خيرا.